الفرح المصري، عارف هو مشكله الفرح المصري ان معظم الافراح عندنا مبنيه على الكذب. فانت تبقى داخل الفرح تلاقيه بيقول لك في الزفه عروستنا حلوه وجميله. ايه ده؟ لا ثواني، تعال انت بتتكلم على العروسه اللي انا شايفها دي حضرتك دي شبه انا شخصيا. ده ميك اب، دي بتخدع اساسا. لا وبعديها يقول لك ايه بقى؟ عروسنا الزين. لا ثواني، هو الزين ليها معنيين. لو من ناحيه العقل، لو هو عنده عقل اساسا ما كانش اتنصب عليه في العفش والبيت والمهر واللازم منه. اما لو من ناحيه الجمال فبصراحه يعني هو في معظم الاوقات بيبقى احلى من العروسه نفسها. اما بقى المعازيم فتحس ان ما بينهم كده جو من الحب رهيب. والله العظيم بيحبوا بعض قوي. تلاقي الست من دول داخله على الست وبتبوسها وبتحضنها جامد وفي نفس ذات اللحظه بالظبط. يا بنت الكلب، انت ايه اللي جابك الفرح؟ انا قالوا لي اصلا ان انت مش جايه. مش بقول لك والله حب رهيب، حب من نوع النفاق ده، عارفه هو ده. المهم وانت واقف في الزفه كده هتلاقي ناس غريبه كده انت ما تعرفوش. بص هقول لك مفاجاه، دول ولا من اهل العروسه ولا من اهل العريس. دي ناس كده غريبه كانت معديه لقيت الزفه قالت تخش تتفرج. والله العظيم عندهم متعه رهيبه في الموضوع ده، هوايه بالنسبه لهم. الناس دي اصلا لو فات عليهم فرح في عيلتهم ممكن يقعدوا فيها سنتين في البيت عيانين زعلانين اساسا، ما يكلموهمش عشان ما تعزموش. ايوه فرح فاتهم، دي حاجه مهمه جدا. وبعدين تلاقيهم راحوا البيت قطموكم بقى. عارف العروسه كانت لابسه فستان قصير، ايه قله الادب. العريس لا ما كانش حلو كده ومسلوع، لا ولا كان عنده كرش. ومش عارفه ام العروسه تحس ان هم كانوا يعني من بقيه اهاليهم خلفوهم ونسوهم، يعني ما تعرفش في ايه، ناس غريبه. المهم ان الفرح فيه ناس كتير كده منهم، وده الاهم بالنسبه لي الاطفال. تلاقي الطفل من دول ساب القاعه دي كلها اللي تلم قطيع فيها مش اهلك بس، وتلاقيه ايه اتجمع على الستيج او كشت الفرح بس. هم دول المكانين المفضلين دي. وتلاقيه ايه جه في نص الستيج بالظبط وباصص بقى على الانوار ويقعد يلف كده اهو. وفجاه يجي عيل ارخم منه يروح كارته على قفاه والعياط يبتدي والصوات ومع المزيكا ما اقولكش شغل جميل قوي. اما تاني نوع بقى ده اللي هو بيصوم قبل الفرح باسبوع عشان عارف ان الفرح فيه اكل ويروح ياكل. وما شاء الله بعد الهجوم الضاري اللي عمله على الاكل ده وقلب نص الديك الرومي في كرشه تلاقيه روح البيت يقول لك الاكل ما كانش حلو. الهي تطفحه يا بعيد، ده انت واكل ربع اكل الفرح لوحدك. والاهم من دول كلهم هم اصحاب العريس. بص وانا مش عارف بصراحه وانتوا بتزنبقوا العريس فعلا ولا لا، بس لو انت بتعمل كده فعلا يعني حرام عليك. هو كفايه الخضه اللي لسه هيتخضها اول ما يروح، ده هيكتشف واحده جديده اول مره يشوفها. هي هتشيل الميك اب من هنا. مين دي بقى؟ لا انتوا كده انا ما بحبش الشغل ده، انتوا بدلتوها مش بتاعتي، دي حاجات غريبه. الاهم من ده كله بقى في كذا حاجه في الفرح انا عايز افهمها بصراحه. يعني هو الناس في الفرح بيبقى عندهم تخلف في المواسم. في حاجه غريبه تلاقيهم في الفرح قاعدين كده زعلانين، يروح العزا يضحك ما شاء الله، تغير غريب. تحس ان الوقت عنده جاي متاخر. المصوراتي بقى يعني ايه الحلو في اللي انت تعدي على واحد من اللي معزومين تصور؟ يعني ده ايه ده افضل غياب وحضور؟ ما انا عايز افهم ايه ده يعني. وغير كده تلاقي ايه اول لما المصورات يجي تلاقي كل واحد ايه كانوا بيقول له ايه صورني وانا مش واخد بالي. ايه ده بص الموبايل وتلاقيه مبتسم كده ابتسامه رهيبه يعني عشان يطلع مبتسم في الكاميرا. وتلاقي اول لما المصورات مشي كله رجع للوضعيه الطبيعيه. يلا قرف ده بقى هيخلص امتى يوم الفرح ده؟ عايزين نمشي. وانت برضو قاعد في الفرح هتلاقي كده واحد ساب المعازيم دي كلها وجاي يشدك انت مخصوص يقول لك قوم ارقص. ما بعرفش ارقص والله، بتكسف. لا تعالى ارقص. وبعدين ايه بعد محاوله رهيبه منه انك تيجي ترقص وبترفض يقول لك طب تعالى سقف. انت ليه رخي؟ انت عبيط؟ مش عايز اعمل حاجه يا عم، انا جاي غصب عني اساسا، ده انا ماما جايباني هنا بالشبشب. لو انت بنت محجبه فعايز اعرفك ان في مسابقه لف طرح اساسا في الفرح، في منافسه رهيبه. انت ممكن يضيع عليك العريس بسبب لفه الطرحه اللي انت كنت عاملاها. بيروحوا البيت يقعدوا يتكلموا تقول لها لا بس كانت لفه الطرحه كده زي مش عارفه، لا ما كانتش مطمنه لها. لا بصي العريس ضاع بسبب لفه الطرح. ركزي اختاري لفه طرحه حلوه، ما بلاش والنبي لفه الطرحه بتاعت المشنوقين دي اللي انت تروحي جايبه ديل الطرحه لفها حوالين رقبتك، مش جميل. وبعدين نفسي افهم بتبيني لي قرقوشه ودنك ليه؟ بتدخلي لها هوا بتسخن منك جوه. وبس كده. ما تنساش تعمل لايك للبيج بتاعتي على الفيسبوك او تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي على اليوتيوب. كان معاكم محمد احمد، سلام.